أن نبدأ هذا الحفل الكريم بآيات من الذكر الحكيم، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتأخر ذلك لينتصف حفلنا المبارك، ونحن لا نستطيع في هذا اليوم المبارك وفي هذا الجمع الكريم أن ننسى أو نتناسى دور مشايخنا الكرام أساتذة القرآن الكريم الذين يعطرون سمعة بلدنا في الداخل والخارج، وهم سفراؤها في الداخل والخارج. فجزى الله عز وجل كل من قام على كتاب الله تعليما أو تثقيفا أو تفقيها أو نشرا، جزاه الله خيرا. أدعوكم الآن مع آيات من الذكر الحكيم من ديوان عائلة روزن في هذا اليوم المبارك مع سيدنا فضيلة الشيخ علي، فليقرأ علينا آيات مباركات نستمع إليها ونحن خاشعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأصالة عن نفسي وعن عائلتي أشكر كل من حضر وأتى إلينا، ونقول له نزلتم سهلا وحللتم أهلا، فمرحبا بكل ضيوفنا جميعا، وشكر الله لكم سعيكم، ونتمنى لكم الخير وللجميع. وبالأصالة عن نفسي وعن عائلتي أشكر كل الناس الحضور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
تفضل يا ابو الحاج. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. يا ضيوفنا الكرام، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، أنتم بين أحبابكم، أنتم بين أهليكم، أنتم بين بعضكم، أهلا وسهلا بكم. تفضل هنا. أنتم بين أهليكم، أهلا وسهلا بكم في بلدكم، أهلا وسهلا بكم في بيوتكم، أهلا وسهلا بكم في دوركم، أهلا وسهلا بكم بين إخوانكم، أهلا وسهلا بكم شرفتمونا، أهلا وسهلا بكم نورتمونا، أهلا وسهلا بكم كسرتمونا، أهلا وسهلا بكم باركتمونا، أهلا وسهلا بكم في بلدكم. كلنا يرحب بكم، كلنا يتمنى أن ترجعوا من بلدنا وأنتم إن شاء الله مجبوري الخاطر. يا ضيوفنا الأعزاء، كل البلد الآن في استقبالكم، كل بلدنا الآن في استقبالكم، ترحب بكم، تعلي من شأنكم. أهلا وسهلا بكم أيها الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم من مخرجكم إلى وصولكم إلى هنا. عباد الله، تفضلوا يا سيدنا. واحد تفضل السيد، تفضل السيد مولانا الكريم. عباد الله، في هذا الجمع الكريم ونحن في وسط حشد من الكرام من ملائكة الأرض والسماء، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بنية خالصة. والله يا حاج سيد، انت قدرت تعملها وتعفو. عقبال الباقي يا حاج سيد، عقبال ما ربنا يصلح جميع الأحوال، وعقبال ما ربنا سبحانه وتعالى يلمنا على بعضنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. قلوا أمين وارفعوا أيديكم بالدعاء لعلها ساعة إجابة، وهي كذلك إن شاء الله. أنا هنقدمه، هندعي ونقدمه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اقعد يا أستاذ، نعرف نعمل إيه. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، نترك المجال الآن لهذه الوجوه المنيرة التي شرفتنا، فأهلا وسهلا بكم، شرفتمونا أيها الحضور الكرام. ومع فضيلة سيدنا الشيخ ممدوح عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك هي تحية الإسلام وسنة النبي العدنان. مرحبا بكم في بلدكم الثاني، أهلا وسهلا. تعال يا حاج صالح نو. لقد زدتونا نورا. نحن اليوم في أحد مناهج النبي صلى الله عليه وسلم، ننفذ سنته ونسير على منهاجه. هقدمه في دكتور.
استاذ الدكتور احمد شبل اتفضل على المنصة. استاذ الدكتور احمد شبل اتفضل مشكورا المنصة. خلاص خليه يجي عن نيوزيلندا. نرجو الهدوء، نرجو الهدوء حتى نتفرغ لما جئنا إليه. الهدوء. الحمد لله في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ماشي طيب. طب تعال شوف يا عم الشيخ قدم نفسك في ولا لا صاحب ما ينفعش يقدم نفسه واحنا تلامذتهم قدموه. تعال هنا اتفضل. حاج سيد فين الحاج سيد؟ الحضور الكرام، مع كلمة فضيلة الشيخ خالد القيسي، سيدنا الشيخ خالد القيسي رئيس لجنة المصالحات بمحافظة الفيوم. أستاذ محمد عبد الرحمن الحسنين اتفضل على المنصة. أستاذ محمد عبد الرحمن الحسنين، أستاذ محمد عبد الرحمن الحسنين اتفضل على المنصة مع سيدنا الشيخ خالد القيسي رئيس لجنة المصالحات بمحافظة الفيوم، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع مراكز وقرى وعائلات وقبائل محافظة الفيوم عامة ومركز طامية خاصة، نشكر لكم حسن استقبالكم، حفاوة الاستقبال التي لم أرى مثلها قط، وإن دل فإنما يدل على حسن كرمكم، على أنكم فعلا أصحاب مبادئ وأصحاب أصول وأصحاب كرم. فعلا أحسنتم استقبالنا. والله لو مكثت أتحدث من الآن إلى غروب الشمس في شكركم، والله ولن أوفي حقكم في الشكر وفي هذا الاستقبال وفي هذا الكرم، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى لأنه ولي ذلك والقادر عليه أن يشكر لكم، أن يشكر لكم. ثم
وايضا كل الشكر والتقدير والاحترام لمن سعى في هذا الصلح الكريم، وارجو ان لا انسى احدا. جميع عائلات الخاوي بمركز كوم حمادة، العمدة فوزي طبلية عمدة الخاوي، وكل عائلات الخاوي، ابو الخاوي يا سيدنا، ابو الخاوي، وكل عائلات ابو الخاوي عفوا. شكر الله لكم سعيكم جميعا في هذا الصلح. كذلك الحاج صالح زيدان، الحاج عبد العظيم اغا، الحاج محمود عبد الصمد الجيزة، الحاج جمال الفيومي، الحاج خالد هلال، الحاج عبد المنعم الفيومي، وايضا معنا معالي النائب احمد مصطفى عبد الواحد، معنا معالي المستشار مبروك محمود ساوت، معالي اللواء هشام محمود محمد سليم او سليم. معلش بس سيادة النائب احمد كتوبة، اتفضل مشكور على المنصة. سيادة النائب احمد كتوبة، طيب مشكور على المنصة. طيب طلب جماهيري معالي النائب احمد كتوبة، اتفضل على المنصة لو سمحت. ده طلب مجمع عليه متفق عليه. معالي النائب احمد كتوبة اتفضل على المنصة. يا معالي النائب اتفضل. معالي اللواء هشام محمود محمد سليم العمدة سلومة الشرحي، وكل الموجودين معنا، وانا اسف لو نسيت احدا منهم. كل المنصة الكريمة على رأسي وعلى رأس محافظة الفيوم، وكل الحضور الكريم على رؤوسنا. ولا يفوتني ان اقدم شكرا خاصا لعائلة روزن، عم الحاج السيد علي السيد روزن، العمدة احمد شاهين عمدة علقاء. طيب نعم حاضر. العمدة احمد شاهين، احمد فرج شاهين وعمدة علقاء. العمدة احمد فرج شاهين، احمد فرج شاهين عمدة علقاء. حد فوق ده صاحبنا علقان، علقان، عمدة علقاء. علقان. جوز الجد طبعا. اهلا مرحبا. خالص الترحيب لمعالي العمدة احمد فرج شاهين عمدة علقان. خالص الترحيب لمعالي العمدة ولكل الحضور. الشكر الخاص لهذه العائلة، عائلة روزن، عم الحاج السيد علي السيد روزن، عم الحاج فوزي علي السيد روزن، الحاج عبد الجواد روزن، الحاج علي روزن، الحاج محمد روزن، وجميع افراد العائلة المحترمة المباركة الكريمة. جئنا اليكم وقطعنا مئات الكيلومترات ابتغاء مرضات الله اولا. والنبي اطلب لي العمدة عبد الحميد سليم يجي هنا. معالي العمدة عبد الحليم سليم يتفضل على المنصة. معالي العمدة عبد الحليم سليم يتفضل. عبد الحميد. معالي العمدة عبد الحميد سليم. معالي العمدة اتفضل. حد تاني؟ الناس اللي بتطلب يا جماعه معلش، عشان الناس اللي ورا تشوف الكراسي فاضيه بره. الناس تقعد كلها. جئنا إليكم كما قلت وقطعنا هذه المسافة الطويلة. والله لو كانت أميالا نمشي على أقدامنا وعلى رؤوسنا ابتغاء مرضات الله ثم مرضاتكم.
جئنا إليكم لتقبلوا اعتذارنا وتقبلوا صلحنا. جئناكم معتذرين لأننا إخوة أولا في الإسلام، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لطيفة من اللطائف في كلمة والكاظمين الغيظ. في رسم المصحف العثماني ليس فيها ألف، تلاقي حضرتك بعد الكاف بين الكاف والظاء ألف صغيرة مرسومة في المصحف. ليه ما فيش الألف المعروفة؟ والألف يسمى مد طبيعي مقدار حركتين، وكأن الله يقول لنا جميعا: اكظم غيظك إذا ما جهل عليك أي إنسان لا تتحرك، اكظم غيظك. أما كلمة العافين عن الناس فالألف فيها طبيعية، وكأن الله يقول عم الحاج سيد عارف، بس لسه مقدمة كده يعني. والعافين عن الناس فيها الألف كاملة بين العين وبين الفاء، وكأن الله تعالى يقول لنا جميعا: توسعوا وتحركوا في العفو عن الناس يا عم الحاج سيد. والعافين عن الناس مش كده وبس، والله يحب المحسنين، أي أن تحسن إلى من أساء إليك. وعندما نزل قول الله تعالى: نزل جبريل عليه السلام على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم بقول الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه: ما معنى هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: لا أعلم حتى أسأل ربي. فسأل ربه فأمره ربه: قل لمحمد إن ربك يأمرك أن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تحسن إلى من أساء إليك، وأن تعفو عمن ظلمك. هذه هي سماحة ديننا الحنيف التي فيها: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وسأترك المجال لأخي فضيلة الشيخ أحمد بعد قليل، شيخ أحمد حسين قنديل، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف بمحافظة الفيوم. وأختم معكم عندما ذهب الأعرابي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه وقال له: يا رسول الله، خلي بالك يا عم الحاج سيد، قال له: يا رسول الله، من الذي يتولى الحساب يوم القيامة؟ فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الله. فقال له: بنفسه؟ يعني ما فيش واسطة؟ قال: بنفسه. ففرح الأعرابي وأخذ يعني في العودة فرحا، فناداه الرسول: تعالى، ما الذي حملك على هذا؟ خلي بالكم،
بس دي محتاجة نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي حملك على هذا الكلام وفرحت كده لما قلت لك ربنا من غير واسطة؟ قال له يا رسول الله لأن الله كريم، والكريم إذا ملك عفا، وأنتم أهل كرم أصحاب مبادئ وأصول. وكي لا أطيل عليكم أكثر من هذا وأترك المجال لأخي أحمد، جئناكم معتذرين طالبين العفو لأنكم كرماء. يا عم الحاج سيد بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. الشيخ أحمد وبعدين أنت بعديها تقول كلمة كده إن شاء الله. طيب الشيخ أحمد. الشيخ أحمد. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب المبارك، أيها الجمع الكريم السعيد، إنه لمن دواعي السرور والفرح والبهجة والغبطة أن نرى هذه الوجوه النيرة وهذه القلوب الطيبة وهذه الأخلاق الراقية العالية. وكما قال شيخنا الشيخ خالد: إن عظمة الاستقبال وإن قيمة هذا الاستقبال الطيب الذي ما رأيناه من قبل ذلك، إنه والله ما نجد كلمات شكر لنشكركم على صنيعكم وعلى حسن استقبالكم وعلى كرمكم وعلى حفاوتكم وعلى جميل أخلاقكم وصفاتكم الطيبة التي هي فعلا شيم الكرام وشيم العظماء وشيم أصحاب الهمم العالية وأصحاب الأخلاق الفاضلة وأصحاب الدين الذين يستجيبون لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أجد إلا أن أقول لكم جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على صفحكم وعلى عفوكم وعلى تسامحكم وعلى نبل أخلاقكم، لأنني والله أقسم بالله من أول ما خرجنا من بلدنا ونحن في فرحة ونحن قلوبنا مملوءة بالفرحة وبالسعادة وبالبشر، لأننا نعلم أننا سنلقى إخوة كرماء. تكلم إخواننا عليكم وعلى أخلاقكم وعلى صفحكم وعلى جميل ما فعلتموه معنا، أكرر ولا أنتهي: جزاكم الله خير الجزاء. الصلح خير، هذا كلام من؟ هذا كلام الله تبارك وتعالى. فالصلح عبادة من أجل العبادات أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن. قال الله
عز وجل على سبيل المثال لا الحصر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالله تبارك وتعالى سمى المتخاصمين إخوة فأمرنا أن نصلح إذا ما حدثت أي شائبة أو أي ما يعكر الصفوة بين الإخوة. الله جل وعلا في علاه أمرنا أن نصلح، أمرنا أن نتدخل معاشر المسلمين لكي نصلح بين إخواننا ولكي نعمل على أن نزيل ما في قلوبنا من غل ومن حقد ومن حسد ومن كراهية ومن بغضاء، لأن هذا ليس من سلوك المسلم. نفعل ذلك عباد الله علنا نرحم. عل الله تبارك وتعالى بعفونا وصلحنا. الله تبارك وتعالى يعفو عنا ويسامحنا ويغفر لنا. يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالأجر كل الأجر لمن سعى ولمن تحرك ولمن قضى أياما وليالي طويلة لكي يوصلنا إلى هذه الجلسة الطيبة المباركة. جزى الله خيرا أهل الخير الذين قطعوا شوطا طويلا والذين تحركوا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى من أجل أن نجلس عباد الله هذه الجلسة ومن أجل أن نلتقي بهذه الوجوه النيرة وبأجل أن نلتقي بأهل البحيرة الذين نعلم عنهم كرم الأخلاق والذين نعلم عنهم أنهم أهل قرآن. فكم تعلمنا وكم تعاملنا مع إخوة أفاضل من الوعظ والإرشاد ومن الأزهر والأوقاف من إخواننا من أهل البحيرة فما عرفناهم إلا أهل قرآن وإلا أهل سنة وإلا أهل تسامح. فأنتم كذلك أيها الأحبة الكرام اقبلوا عفونا واقبلوا عذرنا وسامحونا لوجه الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا على قبولكم الصلح وعلى قبولكم العفو. وأختم الدعاء: اللهم إنا نسألك أن تصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا وانزع الغل والحقد والحسد من صدورنا. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من صدورنا. اللهم اجعلنا إخوة متحابين وأخوة متآلفين يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طيب ماشي. اتفضل يا معالي الدكتور. كلمة قبل بعديها ان شاء الله كلمة المسامحة بقى هيقوم بأعمال النيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإننا اليوم في أشد الفرح وأعلى درجات السعادة حينما يتم الصلح بين طرفين وبين أخوين كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وحثنا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال مشايخنا واستشهدوا بقول الله سبحانه وتعالى: والصلح خير. الصلح خير في جميع الأحوال، الصلح خير في كل الأوقات.
الصلح خير بين كل الأطراف ويناسب الجميع بفضل الله سبحانه وتعالى. إنني اليوم في أشد درجات الفرح حينما أخزى الله سبحانه وتعالى الشيطان الذي أخذ على نفسه عهدا وميثاقا أن يحرش بين المسلمين وبعضهم وألا يتركهم في حالهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كلماته لأمته قال لهم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكنه لن ييأس من التحريش بينكم، أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف المهيب العظيم الذي حبب فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر أنه دعي في الجاهلية قبل أن يبعث وقبل أن تعرف الجزيرة العربية مبعثه وإسلامه صلى الله عليه وسلم. حضر في الجاهلية حلفا اسمه حلف الفضول، حضره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمومته. كان هذا الحلف بسبب أن رجلا من خارج قريش كان يشتري من العاص بن وائل، وكان أهل قريش يعرفون بأنهم أهل تجارة وأنهم أهل بيع وشراء، فحبس العاص بن وائل حق هذا الرجل ولم يرد أن يدفعه له. نصره على ذلك وأعانه أهله، لكن أهل قريش لم يرتضيهم هذا الأمر وأقاموا حلفا نصروا فيه المظلوم على الظالم، ووضعوا فيه المبادئ للعفو والصلح والخير ونشر الطيبات بين الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث بفترة طويلة تذكر هذا الحلف وقال: لقد دعيت في الجاهلية إلى حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، ذلك لأن هذا الحلف دعا إلى الصلح ودعا إلى العفو ودعا إلى إرساء القيم ودعا إلى إرساء المصالح المشتركة بين الناس. إنني في هذا المقام أود أن أشكر كل من سعى في هذا الصلح المبارك، من أول عمدة بلدنا الحاج فوزي طبلية، والحاج صالح زيدان، وإخواننا ومشايخنا وسادتنا من الطمية الفيوم، وأنا لست بغريب عليهم. فلجنة المصالحات هذه لجنة منبثقة من لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر الشريف يترأسها الدكتور عباس شومان، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنا ابن من أبناء الأزهر. وجود أهلنا اليوم من الفيوم ومن الطمية في الفيوم، وجودهم اليوم شرفنا، إحنا أهل أبو الخاوي وأهل البحيرة كلها، ومجيئهم النهاردة معتذرين الحاج سيد علي روزن، هذا يرسي مبدأ من المبادئ اللي المفروض كل الناس تنتبه إليها، اللي المفروض كل الناس تسعى إليها. هذا جميل خلق من هؤلاء الناس، وهذا طيب عفو من هذا الرجل الحاج سيد علي روزن، فجزاهما الله خيرا. بعد أن شكرت الساعين في الصلح أشكر كلا الطرفين، الحاج سيد علي روزن على عفوه وأهالينا من محافظة الفيوم على سعيهم وعلى استجابتهم لأن يأتوا إلى أخيهم في قلب أو في عقر داره وفي عقر بلده ليعتذروا له وليقدموا اليد البيضاء وليقدموا الصلح. فجزى الله سبحانه وتعالى
الجميع خير الجزاء. وإني في هذا أناشد أهل بلدي جميعا أن يضعوا أيديهم في يد كل من يسعى إلى صلح، سواء عم الحج العمدة، عم الحج فوزي طبلية، أو عم الحج عبد الرزاق طبلية، أو الحج صالح، أو الشيخ عبد الرسول طبلية، أو كل من يسعى، الحج جمال الأغا، أي حد يسعى في صلح. لا بد أن نضع أيدينا في يديه لنقدم دائما الصلح. وليكن لنا في هذا الرجل الحج سيد علي روزن، ليكن لنا فيه الأسوة، وليكن لنا فيه القدوة حينما قبل الصلح، وحينما قبل العفو، وحينما جمع أهل بلده جميعا ليشهدوا هذا العفو وليشهدوا هذا الصلح. أختم بقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهنيئا لكم وهنيئا لأهل البلد جميعا. هذا المشهد العامر الذي سيتسطر في سطور قرية أبو الخاوي إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأنه مشهد حف بالملائكة، حف بالخير، حف بالقلوب النقية البيضاء المسامحة التي تمد يد العفو دائما وتسامح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا ويقيكم جميعا أيها الحاضرين، أن يقينا ويقيكم جميعا شرور المصائب، وأن يبعد عنا وعنكم الشيطان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا. شكر الله لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور أحمد على كلماته الطيبة الرقيقة التي خرجت من قلبه ووصلت قلوبنا جميعا. جزاكم الله خيرا يا معالي الدكتور. والآن انا مش شاكرين لحسن الفرق، شاكرين جدا. والآن اسمحوا لنا أن نترجم ما قلناه ونصل إلى خلاصة هذه الجلسة الطيبة. معالي النائب أحمد مصطفى عبد الواحد فرجاني الذي جلس تحت قبة مجلس الشعب دورات عديدة، والذي جعله الله سببا في إصلاح ذات البين كثيرا، وتعدى الأمر إلى أن وصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية. والله سبحانه وتعالى أعتق على يديه رقاب 4 أفراد حكم عليهم بالإعدام في الأردن. سافر وأهل أولياء الدم على نفقته الخاصة وذهبوا إلى المملكة وقدموا مكتوبا رسميا بالعفو والسماح والصلح، وأعتق الله رقابهم من الموت ومن الإعدام. معالي النائب أحمد مصطفى عبد الواحد فرجاني ليصل بنا إلى المحطة الأخيرة مع عم السيد روزن وعم حمدي مبارك، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أنا مش قادر يعني قربت أحس كده إن أنا في بيتي وفي مكاني من الوجوه النيرة والشخصيات الكريمة اللي أنا شايفها فيكم. والله أنا بشكركم بكل صوت عالي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهل الفيوم جميعا. ألف ألف شكر.
وطالبين منكم الصفح والسماح، وانتوا اهل السماح واهل الكرم، والله شايف وجوه كريمة واهل كرم. ولو سمحتوا يا جماعة احنا دلوقتي ان شاء الله حضرتكم حضرة خير، وعايزين الحاج حمدي ابو مبارك واخوه الحاج سيد روزن يقفوا هنا واخد بالك ويتصافحوا ويتسلموا على بعض ويبوسوا بعض ونشهد عليهم الجميع ونقرا الفاتحه على الصلح. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. ألف الله بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. الحمد لله رب العالمين. يا عم حمدي، عم حمدي، قل له انا بطلب منك العفو. انا بطلب منك العفو، وانا جبلت عفوت عنك جبلت. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كل الشكر والتقدير الحاج عمنا والحاج صالح ابطال الصلح ده، الحاج عمنا ده والحاج كلهم ابطال صلح، كلهم ابطال صلح. الحاج عم منعم والحاج صالح وكل اللي ذكرناهم كل واحد بطل في هذا الصلح. واسال الله ان يشكر لكم سعيكم في هذا الخير وان يديمها علينا وعليكم الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى، وان يؤلف بين القلوب وان يصلح ذات بيننا. اللهم امين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسن البركة. اتفضلوا يا حاج. ما في انت ما كفر الرحمن انا خلصت وهلم العده وهنيجي. انا خلصت لسه مخلص دلوقتي اهو. هنلم العده بس شويه كده قدام ربع ساعه على ما نلم وناخد التوك كلها. ساعة يا عم مع شعبان هضبه. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ تعالى. يا باشا معاك يا باشا. جعلي السلام عليكم. هو كان جاب لي قبل كده وداني شهاده اتفضل بس يا محمد. فين حاج خير؟ لك يا حاج رضا. والله شرفتني حاج احمد. الله يكرمك. فين يا جماعه؟ الحمد لله. يا رجال ابو الحاج ابراهيم 10,000 بركه.
اهل الفيوم يا رجاله بقى. عافيه ذكري يا ابن خالد. الله